أن نودع الشيخ الجليل فضيلة الشيخ أمين القيسي رئيس المجلس العلمي في محافظة صلاح الدين والداعية الكبير الذي أفنى عمره في هذا المسجد المبارك. ولكن هذا الحشد حقيقة يبشر بخير بأن الله سبحانه وتعالى قد سخر لهذا الرجل الكريم كل هذه القلوب المحبة وكل هذه الدموع التي تضرب قد من القلوب لفراق هذا الشيخ الجبل الكبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم وأن يجعلنا وإياه من جلساء الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأوصي نفسي وأوصي إخواني الحضور بالإكثار من الدعاء لفضيلة الشيخ الفقيه لعل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به وأن نكون جميعا من أهل الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والحمد لله رب العالمين. عظم الله أجركم جميعا وغفر لميتنا وميتكم فضيلة شيخنا الكبير أمين القيسي رحمه الله. والحمد لله رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاك الله خير. وعلى آله وأصحابه أهل الفضل وبعد. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تعرفت على الشيخ المرحوم أمين القيسي في عام 87 أو 86. زرته هنا في هذا المسجد وكان في درس بين المغرب والعشاء وبين يديه مجموعة من الشباب الصغار كانوا يتدارسون القرآن. هم الآن خطباء، هم أكثر من 5 أو 6 منهم الآن خطباء على الساحة. وهؤلاء كل عمل يعملونه إن شاء الله أجرهم مثله للشيخ المرحوم رحمه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي سئل به أعطى وإن دعي به أجاب أن يمن على الشيخ المرحوم بالرحمة الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يشفع فيه النبي المصطفى محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وأن يشفع فيه رمضان وأن يشفع فيه القرآن إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له رزيئة مال أو فراق حبيبي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أفنيت عمرك قائما صواما وسموت فينا يا أمين هماما. أفنيت عمرك قائما صواما وسموت فينا يا أمين هماما. وبذلت وسعك داعيا ومعلما وبقيت للنهج القويم إماما. علمتنا شيم التسامح والإباء وزرعت فينا عزة تتسامى. وعلمت يا شيخ المشايخ دربنا وزرعت فينا وازحت عن جمع الأنام ولاما. وحملت دعوة أحمد وطاعة وحملت دعوة أحمد وطاعة. لا إله إلا الله. صلوا على الحبيب محمد. اللهم صل على محمد. شيخ داود وين داود؟ شيخ داود
الصيامان السكوت أخويا شيخ العزيز شيخ داوود إخواني رجاء اتصلوا. اخواني الصفوف الاخيره كلها عدلوها اخواني حتى ننهي الصلاه. كملت الصفوف، كمل الصفوف اخواني بعد يا اخوان خربوا الصفوف. إنا لله وإنا إليه راجعون. الموت حق، الموت ليس له من فوت. لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. بكتها العيون يا فناء، هذه الدنيا فناء، ليس للدنيا بقاء. سبقتنا إلى الدار الآخرة كما تقول تلك المرة الصالحة يا حبيب، أوافر الصالحين قد سارت ونحن قد بقينا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الموت حق، الموت حق، الموت حق، الموت لا اله الا الله لا اله الا الله. قول يا الله. صلي يا حاج، صلي يا حاج، صلي يا حاج. رحمك الله رحمة واسعة. هذه هي صلاة الجنازة، فرض كفاية إذا قام بها المرض سقط الإثم على الباقي. الركعة التكبيرة الأولى تقرأ من سورة الفاتحة، ومن ثم الصلوات الإبراهيمية، ثم دعاء الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وصغيرنا يا الله. اللهم ذلك منا ما شهدت ومنا وبينهم منا اللهم انا بذلك اللهم اجعل مسلمة قول يا الله شيخ. اللهم يغفر من الخطايا كما يغفر يا رب يا الله. تصل اخواني الصلاة تصل. يا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وليس تدريب دون القوم أسهمهم لما رأتهم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا رب صل على من حل في الحرم محمد المصطفى المخصوص والكرم. الله بالتوحيد ألزمهم وقد نصرهم وأهل الشرك أهزمهم وليس تدريب دون القوم. بين العباد ترى يعلو على الناس بالمعروف والكرم. يا رب صل على من حل في الحرم محمد المصطفى المخصوص والكرم. اليوم يلتقي مع أقرانه مع الشيخ ناظم العاصر رحمة الله عليه ومع الشيخ عبد الله النامس وملا عشب. ياسين اخوي العزيز هذا بالطين يا حبيبي بس بالطين الطين الطين ايش يا بالطين ياسين بس يسدون الفتحات شويه والطين طين طين محمد وراك يا غازي. ماتوا ولا ماتت مكارمهم ماتوا ولا ماتت مكارمهم جادوا على الناس
أحياء وأمواتا. بقى العلم، بقى الأخلاق في صدق. شوي شباب سووا مجال، يلا سووا مجال. الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد الذي جلس على شفير قبر لأحد الصحابة ولما يلحد فبكى عليه الصلاة والسلام حتى بلت دموعه الثرى، ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد القائل: كفى بالموت واعظا يا عمر. أيها الإخوة الأحبة الكرام، نحن نشهد في هذه اللحظات دفن أخينا وحبيبنا وشيخنا ووالدنا ومربينا وأبينا الروحي الشيخ أمين تغمده الله بواسع رحمته. يا شيخنا، يا أبانا، يأتيك الآن ملكان يسألانك من ربك فقل ربي الله، يسألانك ما دينك فقل ديني الإسلام، يسألانك عن الرجل الذي بعث فيكم فقل هو سيدي وحبيبي وإمامي وقائدي محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به واتبعت النور الذي أنزل معه. يا أبانا، يا شيخنا، يا حبيبنا، يا معلمنا، يا مرشدنا، لا تنسى العهد الذي فارقتنا عليه، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأنك قد رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل هذا القبر روضة من رياض الجنة، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله يا ربنا بالماء والثلج والبرد. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره، ومنزلا خيرا من منزله، وأهلا خيرا من أهله، وجوارا خيرا من جواره، ولقه الأمن والبشرى، وجاف الأرض بين جنبيه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم وسع هذا القبر واجعله يا ربنا مد البصر، وأفرشه من فراش الجنة، وأطعمه من طعام الجنة ومن ثمرات الجنة، واسقه من شراب الجنة من رحيق مختوم ختامه مسك. يا ذا الجلال والإكرام، لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم في هذا شهر رمضان، في هذه الليلة المباركة، اعتق رقبته من النار يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، اجعله ممن ينادون يوم العرض عليك: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. رحم الله من أهال عليه التراب، اللهم أعنه على رد الجواب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الدهر ما مبتسم وياك، مهلك، وعمر البشر مهما طال مهلك مهلك. يا الصفة اللي حد بالصخر مهلك، كفتني بدنيته هموما علي، كفاني بالسجود، كفاني بالهام، وانه بترجد علي هذا زين. هذا كم ترك تراب، يا هذا مو اخوك، مدري ابنك، مدري ابوك، شلون تلعب بهاللعبه؟ شلون سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير القبور الدوارس. يوم نروح غادي ترابات البقيع، شفتوا رحت عمره ورحت حج ويلقى
نفس ترمين هدوم الكيف تفارجين القرايب ونسيم الصيف. يبغى لي ودك اللي ودنا، يبغى لي ودك ينادي بحرقه بيا حيف، شال الحبيب وراح الواني على نيه. لازم ترى يا نفس يشيلونك على العمدان 4 رجال من احبابك مع الجيران، تبغين وسط اللحد وانت بطيات اجفان، والدود يا مؤلمه يلفيك يوميا.